السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. وطالما قلنا رمضان يبقى لازم نقول حلويات شرقية، ويجي بقى على رأس الحلويات الشرقية اللي كلنا بنحبها الجلاش. هنعمل النهاردة الجلاش بطريقة مختلفة، وطريقة بجد رهيبة وبسيطة جدا جدا وطعم ولا أروع. الجلاش المكشكش طريقة سهلة جدا، وهقول لكم هنعملها ازاي. اول حاجة معانا لفة جلاش 500 جرام او نص كيلو من الجلاش. وهنعمل الجلاش بتاعنا، لو عايزين تضاعفوا المقادير ضعفوا، بس انا هقول لكم المقادير على حسب لفة جلاش 500 جرام. معايا الجلاش هعمله زي ما احنا شايفين كده، لفة المروحة اللي كنا بنعملها زمان بالورق في المدرسة. يعني زي ما احنا شايفين كده عملته ازاي، بتنيه عكس، وبتني واحدة في الناحية دي واحدة في الناحية دي زي المروحة بالظبط. وهرصه بقى كده في صينية ورقة بورقة، ومش هحط سمنة ولا زيت ولا اي حاجة على الجلاش خالص. انا هلفه زي ما هو كده ناشف وطري، ما فيهوش مشكلة خالص. واقول لكم بقى هنعمله ازاي لما نخلص كل التوريقات بتاعتنا. خلصنا بقى الورق بتاع الجلاش كله، هكون مجهزة نص كوباية كبيرة من السمنة السايحة. اول ما اخلص التوريقة بتاعتي هبتدي انزل على الجلاش بالسمنة السايحة بتاعتي، وهشرب الجلاش كله بالسمنة. وده هيكون اسهل كتير من ان احنا كنا ندهنه ورقة ورقة بالسمنة. لا، الطريقة دي هتبقى اسهل وانجز معاكي جدا، وهتديكي نفس الطعم، والسمنة هتوصل لكل جزء فيه. دي نص كوباية السمنة السايحة بتاعتنا، وهحاول اوزعها على قد ما اقدر على كل مكان على الجلاش. واحنا هنوزعه بايدينا وبالفرشة كمان، بس يعني احاول اوزعه كده وانا بحطه من الاول، هيسهل عليا كتير جدا. بعد بقى ما اتأكدت كده ان السمنة وصلت لكل مكان فيه، ورقة ورقة كده وبالفرشة، واحاول اوصله لكل مكان. انا عاوزة كل جزء فيه يكون شارب سمنة كويس جدا، علشان يحمر كمان معايا ويديني طعم رائع. يعني احنا عارفين ان السمنة مع الجلاش بتدي طعم حلو. ممكن تعملوا ميكس سمنة وزبدة او ميكس سمنة وزيت، لكن السمنة اساسي معايا. بعد بقى ما خلصت كده وتأكدت ان كل جزء وصل له السمنة، هدخل الصينية بتاعتي الفرن تاخد لون كده خفيف، واخرجها تاني علشان نعمل لها بقى التشريبة بتاعتنا. التشريبة بتاعتي عبارة عن كوباية من الحليب، عليها معلقتين كبار من بودرة الكاسترد، وعليها معلقة كبيرة من السمنة السايحة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. قلبت كل الكلام ده في بعضه وحطيته على الجلاش، عملت له كده تشريبة. عاوزه اقول لكم ان بودره الكاسترد طعمها تحفه في الجلاش. بعد بقى ما دخلته تاني الفرن واخد بقى اللون التمام اللي احنا شايفينه ده، انزل عليه بالشربات البارد. الشربات البارد بتاعي عباره عن كوبايتين من السكر على كوبايه من الميه وعصره ليمونه، زي ما احنا شايفين، يغلوا على النار حوالي 4 دقايق ويعملوا بقى معايا شربات. ويا سلام لو زودنا على الشربات ده معلقة كبيرة من عسل النحل او معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، هيديني كمان قوام وطعم تحفة. عاوزة اقول لكم بقى ان بجد وصفة الجلاش دي حلوة جدا. انا جربتها وعجبتني جدا، وكل اللي دقها عجبته جدا جدا. وصفة سهلة ولذيذة، ومش بنحشيها بقى حاجة، ولا بنفضل نعمل ورقة ورقة وندهن ولا اي حاجة. مش بتاخد معاكي وقت خالص، وطعمها بقى كده جلاش كده بكريمة الكاسترد. بصوا طعمه بجد في حتة تانية خالص. هيعجبكم جدا ان شاء الله، تجربوه. وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، والتجربة كانت عاملة معاكم ازاي. وانا اضمن لكم ان شاء الله تجربة بجد مثالية. زي ما احنا بقى شايفين كده، انا حاولت اوزع العسل لكل مكان في الجلاش. وبعد ما قطعته زي ما احنا شايفين كده مربعات، زينته بجوز هند مبشور. ممكن تزينه بفستق مثلا مبشور، ممكن تزينه باي مكسرات انتوا تحبوها، ممكن تسيبوه ساده، مفيش اي مشكله خالص. زي بقى ما احنا شايفين كده. انا نسيت اقول لكم على حاجه مهمه جدا في التشريبه، وهي معلقه كبيره من، مش مليانه، من البيكنج باودر. وهحطها لكم في صندوق الوصف كل المكونات. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوناش بلايك والشير والسبسكرايب للقناه، واشوفكم فيديو جديد من اكلة ماما. كل سنه وانتم طيبين. سلام.